اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القصة دي للكاتبة المبدعة أميرة محمد، ويلا بينا نبدأ قصتنا. بتبدأ قصتنا مع كريم، وده موظف بسيط في شركة، وفي يوم صحي متأخر زي عادته ونزل بسرعة على المغسلة. هاتلي البدلة الله يكرمك وبسرعة، ها أحسن أنا متأخرة أوي على شغلي. أنت اسمك أستاذ كريم عزيز مش كده؟ أيوة يا سيدي أنا اسمي كريم عزيز، انجزني بالله يخليك. ماشي تمام، وادي هي بدلتك يا سيدي اتفضل. تمام يا عمنا، خد الحساب اهو، اطير انا بقى قبل ما يطيروني من الشركه كلها. وكريم اخد بدلته وجري بسرعه، والعامل اللي كان واقف عمال يضحك. هو انت على طول كده يا استاذ كريم؟ جاي لنا في الوقت الضايع، هو انت مفيش يوم تيجي فيه بدري؟ اما كريم بقى فهو رجع على البيت وبدا يلبسها. البدله دي مالها كده؟ دي فخمه جدا. اخيرا المغسله العجيبه دي غسلت الهدوم كويس. يلا انا اجري بقى بسرعه على شغلي عشان مفيش وقت اصلا للاستغراب. النهارده في مدير جاي للشركه والكل اكيد في انتظاره. وكريم راح الشركه وفضل ماشي فيها وهو بيبص حواليه. ايه ده كله؟ ده الموظفين كلهم في حاله توتر. طبعا لان المدير الجديد المفروض يوصل النهارده، وحارس الامن واقف على الباب مستني، والسكرتيره مجهزه ورده ومعاه الشاي والقهوه. يلا يا شركه يا منافقه. بعدين ايه ده؟ هم مالهم كده؟ بيبصوا لي كده ليه؟ هم سمعوني ولا ايه؟ اهلا وسهلا يا استاذ مدحت، نورت الشركه كلها والله يا فندم. ها انا استاذ مدحت؟ ده ازاي يعني؟ اتفضل معايا يلا، وانا هوصل سيادتك المكتب الخاص بحضرتك. هو سيادتي بقى عنده مكتب كمان؟ ده الهنا والعز ده كله. طبعا يا استاذنا، حضرتك ليك احسن مكتب في الشركه كلها. يلا اتفضل معايا. مشي معاه كريم والسكرتيره وصلته المكتب مدير. اتفضل، دي مفاتيح المكتب بتاعتك يا فندم، والسكرتاريه في خدمتك. انا حقيقي مش فاهم اي حاجه، انا مكتبي مش هنا اقسم بالله. اكيد حضرتك متلخبط، اصل احنا غيرنا اماكن مكاتب مديرين فعلا، بس عادي يعني، المكان ده افضل بكتير قوي، واكيد يعني حضرتك هتتاقلم مع كل حاجه مع الوقت. بعد اذن سيادتك انا هروح اجيب لحضرتك الشنطه الخاصه بسيادتك وهرجع لك بسرعه. ومشيت السكرتيره من قدامه وهو فتح المكتب ودخل وقعد على الكرسي وفضل يبص حواليه بدهشه. هو ايه اللي بيحصل ده بقى بالظبط؟ انا حاسس ان انا خلاص هتجنن. ده انا كنت موظف كحيم في الشركه، محدش عارف اصلا ان انا موجود ولا حد حاسس بيا. بقى معقول حالي يتبدل مره واحده كده 180 درجه؟ هو انا بقيت مدير امتى ولا ازاي ولا فين بس يا جماعه؟ وقتها دخلت عليه السكرتيره واديته الشنطه بتاعته. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، اتفضل دي الشنطه بتاعت حضرتك، احنا حاطين لك فيها كل المستندات المهمه جدا اللي تخص الشركه، وكمان الختم الرسمي بتاع سيادتك، وكمان هتلاقي كروت مطبوعه باسم حضرتك بعد اذنك. خلصت كلامها وخرجت من المكتب وهو فتح الشنطه ولقى فعلا كل اللي هي قالت عليه، ولكن الكروت كان مكتوب عليها مدحت عزيز المدير التنفيذي، عشان كده ضحك. بس خلاص انا كده بقى فهمت اللي حصل كويس قوي. انا اسمي كريم عزيز والمدير الجديد اسمه زيي مدحت عزيز. يبقى اللي حصل ان انا خدت بقى البدله النظيفه دي من المغسله بالغلط يعني. ايوه انا كنت سمعت ان هو من نفس المنطقه اللي انا قاعد فيها، واكيد هو اتاخر ولسه ما جاش عشان مش لاقي بقى البدله اللي هيلبسها، ومستحيل يلبس بقى البدله الكحيانه بتاعتي اللي دلوقتي اكيد عمال المغسله ادوها له بالغلط اصلا. وبص على البدله بتاعته فجاه لقاها عليه دبوس صغير مكتوب عليه مدحت عزيز. عشان كده بقى كل فكر ان انا مدير. بس انا بقى اكمل التمثيليه دي، هي موتة ولا اكتر يعني. وبدا كريم يقوم يتمشى في الشركه ودخل اول مكتب قبله. ازيكم يا جماعه، انا المدير الجديد في الشركه هنا، انا عايز جدول حضور وانصراف لكل اللي بيشتغلوا هنا في الشركه، انا مش عايز اي حاجه تعديني خالص. احنا فعلا بنوقع كل يوم يا فندم حضور وانصراف، واكيد هتلاقي الجدول ده مع السكرتيره الخاصه بسيادتك. تمام مفهوم. طب بصوا بقى، اللي عنده برد ياخد اجازه اسبوع، احنا مش ناقصين عدو هنا. ده شكل المدير غريب الاطوار وجاي عشان يعرفنا هنا بقى. بتقول حاجه يا موظف اللي واقف على جنب لوحدك انت؟ لا يا فندم العفو، بقول الشركه كلها منوره بمعاليك يعني والله العظيم. بحسب. تمام، لو احتجتوا اي حاجه انا موجود في مكتبي، اوعوا تترددوا في لحظه انكم بقى تستشيروني في امور الشغل او حتى الامور الشخصيه او العاطفيه وكده يعني. كلهم ضحكوا غصب عنهم، وكريم كان لسه هيتعصب ويعيش بقى في الدور، لكن السكرتيره دخلت بسرعه. الحق يا استاذ مدحت، في واحد تحت وبيقول ان هو يبقى المدير. ايه؟ مدير؟ ازاي يعني الكلام ده؟ امال انا ابقى مين يعني؟ ما هو انا اصلا مدير. الاهمال والتسيب اللي بيحصل ده. طب تعالى حتى شوف يعني بنفسك حضرتك. ايوه طبعا انا جاي وراك اهو. روح انت بس كده وانا هجيب حاجه من المكتب بتاعي وجايلك اهو. انا عمال اشبه على الراجل ده فعلا، وبقول انا شفته قبل كده معانا في الشركه. الراجل ده شكله موظف معانا في الشركه ومنتحل بقى شخصيه المدير. والله يا ربي كان اسمه ايه؟ ايوه صح افتكرته، كان اسمه كريم. يا استاذ كريم. الموظف كان بيقول كل الكلام ده في نفسه، لكنه في النهايه نده على كريم بصوت عالي. ايه؟ مين اللي عايزني؟ اقصد مين اللي عايز كريم؟ هو في حد هنا اسمه كريم ولا ايه؟ مش حضرتك لسه قايل ايوه مين اللي عايزني؟ هو انت اسمك كريم ولا مدحت ولا ايه بالظبط؟ ايه انتوا نسيتوا نفسكم ولا ايه؟ انا مدير هنا، انتوا ازاي تكلموني كده؟ انا رايح اشوف المزال اللي بتحصل تحت دي وبعدين هرجع لكم تاني.
وعملوا حسابكم بقى انكم كلكم هتاخدوا عقابكم، والله ما هسيبكم ابدا. وسابهم كريم وهرب من قدامهم. وواحد من الموظفين اللي قاعدين: يا جماعه والله العظيم ده مش المدير الحقيقي، انتوا شكلكم كده فاهمين غلط، انا عارف الشخص ده كويس قوي، ده موظف عادي جدا موجود معانا هنا في الشركه وحتى اسمه كريم. والله العظيم انا برضو بشبه عليه من اول ما شفته، بس قلت يمكن بقى انا الغلطانه ولا حاجه. ايوه، واول ما سمع اسم كريم رد على طول: يلا بينا كده بقى نروح وراه ونشوف ايه اللي بيحصل، شكل المدير اللي تحت قدام الشركه ده هو الحقيقي اللي بجد. كريم راح بسرعه واستخبى في المكتب بتاع المدير وفضل رايح جاي مش عارف يعمل ايه. اما بقى الموظفين وكمان السكرتيره فهم نزلوا تحت للشخص اللي قالوا عليه: سيبه يدخل، سيبه، ده المدير الحقيقي. ازاي يعني؟ اذا كان لسه المدير يعني داخل من شويه، امال ده بقى مين؟ يا بني ادم انت، ده اكيد واحد منتحل شخصيتي، والله العظيم لو ما دخلتني دلوقتي حالا هفصلك بقى من الوظيفه اللي انت فيها دي. طيب يا باشا خلاص ادخل، وانا مالي، انتوا حرين مع بعض، اعملوا بقى اللي تعملوه. ودخل المدير معاهم والسكرتيره اخدته على المكتب بتاعه. واول ما دخل لقى كريم قاعد على المكتب. ايوه هي دي البدله بتاعتي، هو ده بقى حرامي البدله صح؟ اللي اخد بدلتي وانتحل شخصيتي كمان. يا عم انا ما خدتش بدلتك ولا اي حاجه، انا وديت البدله بتاعتي تتغسل يعني في المغسله، وبعدها بقى جات لي البدله دي، وفعلا البدله التانيه انت لابسها اهو، يعني الغلط من المغسله مش مني انا مش حرامي. حتى لو انت مش حرامي فانت بقى طلعت اهو منتحل شخصيات. انا هتصل دلوقتي حالا بالاداره العليا واخليهم بقى يشوفوا الموضوع ده. بس انا مدير، الاوراق يعني والاختام معايا كلهم. وقتها دخل سكرتير العلاقات العامه في اجتماع مهم قوي مع المستثمرين الاجانب، ودلوقتي حالا على فكره. يلا يا استاذ مدحت يلا بسرعه عشان هما مستنيين من بدري. حبيبي جاي لك اهو، يلا انا معايا الاختام وانا اللي احضر الاجتماع اهو. ازاي يعني الكلام ده؟ انا مدير حقيقي، انت اصلا مش هتفهم حاجه، لازم انا اللي احضر الاجتماع ده. لا على فكره بقى انا فاهم كل حاجه كويس قوي، انا اللي احضر الاجتماع ده، انا مدير، انا اللي معايا الاختام وكل حاجه. وكريم مشي بسرعه مع السكرتير ودخل الاجتماع، وبيبص كده لقى قدامه مجموعه من الرجاله لابسين بدل وشكلهم فخم جدا. فقال في نفسه بخوف: يا نهار ابيض، ايه اللي بيحصل ده؟ انا كان لازم يعني اتحمق قوي واقول على نفسي مدير؟ يا نهار مش فايد، هو في ايه يعني؟ انا هتكلم قدام الناس دي كلها؟ طب ازاي؟ واحد من اللي كانوا قاعدين: استاذ مدحت ممكن بقى نبدا الاجتماع، وكلمنا كمان عن شركتك عشان نشوف احنا هنقدر نتعاقد مع شركتكم ولا لا. كريم قعد على الكرسي بتاعه وبدا يبص في الملفات اللي كانت قدامه وحاول يفهم اللي فيها. احنا في الشركه دي بنعتمد يعني على نظام المرونه وكمان الديمقراطيه، وبنقسم بقى الشغل حسب مزاج اليومي. المستثمرين بدأوا كلهم يضحكوا. هما بقى بيقولوا لك دي طريقه مصريه فريده في الاداره ولا ايه؟ ايوه طبعا، امال ايه؟ دي طريقه جديده خالص في الاداره، اصل الشركه دي يعني مبنيه يعني على العاملين اللي فيها، وعشان كده لازم نريحهم على قد ما نقدر. وفضل كريم يتكلم كلام عشوائي كتير قوي لحد ما لقى المستثمرين بدأوا يبتسموا. بيقول لك انهم جاهزين عشان يتعاقدوا معاك على طول، وبيشكروا فيك قوي كمان، وبيقولوا عليك انك وانا عامل مدير. تشكرات تشكرات، دي اقل حاجه عندي في الاداره. على العموم انا جاهز للتعاقد. وطبعا بمساعده الاختام اللي كانت موجوده مع كريم قدر ان هو يكمل التعاقد على اساس ان هو مدحت. وبعد ما الاجتماع خلص والمستثمرين مشوا: انت عرفت تخلص الاجتماع لصالحك يا كريم، والله وطلعت شاطر. ايوه طبعا، امال ايه؟ وعلى فكره انا مش هتنازل عن اني اكون مدير، انتوا هتدوني فرصه اسبوع، ولو انا قدرت اثبت لكم كفاءتي في خلال الاسبوع ده تسيبوني بقى اكون انا مدير بتاع الشركه، وكل حاجه تبقى باسمي انا مش باسمك انت. ماشي يا استاذ مدحت؟ ودي بقى تبقى مكافئتي عشان انا نهيت الاجتماع النهارده لصالح الشركه. ازاي يعني الكلام ده؟ دي شركتي انا وانا مدير بتاعها، ودي دلوقتي شغلانتي انا. بصراحه يا استاذ مدحت ما خبيش عليك، الوفد الاجنبي ده كان جاي قبل كده كذا مره ومحدش عارف يتعاقد معاه خالص، وسبحان الله استاذ كريم هو اللي قدر يكمل التعاقد على خير. يبقى هو فعلا بقى يستاهل الفرصه دي، والموضوع كله في اسبوع واحد. لو هو بقى قدر يثبت لنا كفاءته يبقى نخليه مدير. وطبعا كل الموظفين اللي في الشركه قالوا نفس الكلام وكانوا متعاونين جدا مع كريم. طب خلاص، بس هو اسبوع واحد بس، ولو حصلت بقى اي غلطه في الاداره اعتبر نفسك مرفوض من الشركه كلها. ماشي يا استاذ كريم؟ ولو نجحت في الاختبار انا هروح اشتغل في الاداره في اي فرع تاني للشركه، وانت اللي هتمسك الشركه دي، موافقين؟ حاضر، وانا بوعدك ان انا اكون قد ثقتي ان شاء الله. وكريم رجع يومها البيت وهو مبسوط قوي، وفضل يكلم نفسه: فينك يا بابا انت وماما؟ تشوفوا الامل اللي انا بقيت فيها قبل وفاتكم؟ دايما كنتوا بتقولوا عليا انكم بتتمنوا كده ان انا اكون شخصيه كويسه ومعروفه، وانا ان شاء الله هعمل لكم املكم فيا، وهبقى المدير بقى بشكل رسمي بعد ما كنت حته موظف كحيان. انا خلاص الفرصه بقى جات لي ولازم استغلها كويس قوي. وتاني يوم كريم راح الشركه ولف على المكاتب كلها وبدا يتعامل مع الموظفين كلهم بحب وكمان ود، لحد ما جمع كل موظفين الشركه في مكان واحد. انا هصرف مكافاه لكل اللي شغالين في الشركه، والمكافاه دي هتكون في مقابل انكم هتزودوا عدد ساعات شغلكم، هي ساعه واحده بس يوميا، تمام؟ واحد من الموظفين كان بيرد عليه: طب وايه لازمتها يعني الساعه دي؟ هنحقق فيها اللي ما اتحققش يعني ولا ايه؟
اهي الساعه دي بقى تبقى سر نجاح الشركه ان شاء الله. انا لما شفت الاحصائيات بتاعه الشركه لقيتها ما فيهاش اي ارتفاع في الارباح خلال الفتره الاخيره دي، وعشان كده احنا لازم نكثف الشغل، والساعه دي هتفرق معانا كتير قوي، وهتشوفوا ده بنفسكم. واضح كده يا كريم انك عايز تعمل اي حاجه جديده وخلاص، لكن على فكره بقى انت مش ماشي صح. هتشوف بنفسك الموضوع ده هيفرق معانا ازاي في خلال بس اسبوع واحد. هتشوف يا استاذ مدحت، انا خلصت كلامي خلاص، اللي عنده كلمه يتفضل يقولها عشان نتناقش كلنا مع بعض. موظف تاني موظفين. بصراحه يعني يا استاذ كريم، احسن حاجه فيك انك بتفتح ابواب المناقشه ما بيننا كلنا، مش بتفرض رايك وبس وبتبقى عايز تنفذ كلامك انت وبس زي ناس تانية. لازم كلنا نسمع بعض. ممكن يبقى موظف بسيط جدا بس عنده بقى افكار جهنميه تنقل الشركه دي نقله تانية خالص، عشان كده لازم كلنا نكون ايد واحده وندعم بعض عشان الشركه تكبر بينا. الكل بدا يسقف له، اما مدحت فكان واقف متغاظ منه قوي. وبعد ما الاجتماع خلص مدحت راح المكتب عند كريم. واضح كده يا كريم انك واخد الموضوع تحدي ومش هتتراجع فيه ابدا غير لما تبقى المدير بحاجه حقيقي. انا عارف ان انت متضايق عشان انا باخد فرصه شغلك منك، بس انت معروف اكتر مني وممكن تخلق لنفسك اي فرصه شغل جديده وتكون كويسه في اي وقت. انما انا بالنسبه لي الفرصه دي هي فرصه من ذهب، لانها طلعني من ضلمه لنور. ارجوك بقى سيبني استغل الفرصه دي. بس دي كانت شركه احلامي، وانا لما دورت في الموضوع النهارده لقيت ان كل الفروع التانيه مستكفيه قوي بالمديرين اللي فيهم. يعني انا ممكن اترمي في الشارع لو انت اثبتت كفاءتك خلال الاسبوع ده يا كريم، واكيد دي حاجه مش هترضيك، صح ولا ايه؟ ايوه يا استاذ مدحت، بس حضرتك يعني اديتني كلمه واكيد يعني مش هينفع ترجع فيها. انا برضو بنيت امال واحلام وطموحات على الاتفاق اللي احنا اتفقناه مع بعض امبارح قدام كل الموظفين في الشركه هنا. كريم انا لازم امشي دلوقتي، بس ارجوك فكر في كلامي. مدحت مشي وهو متضايق، وكان كريم برضو مخنوق هو كمان، لكنه قرر بقى انه لازم يكمل في التحدي اللي بدأه. وبدأوا الموظفين في صرف المكافآت والكل كان مبسوط قوي. وتاني يوم كريم اتفاجئ انه راح له موظف. لو سمحت يا استاذ كريم، بصراحه كده يعني انا كنت عايز سلفه من الشركه. انا عارف ان الشركه هنا مش بتدي اي سلفات خالص، بس انا بصراحه امي تعبانه جدا ومحتاجه تعمل عمليه ضروري، ومش معايا اي فلوس خالص، ولا حتى عندي اي مكان غير الشركه دي اتصرف منه. شوف انت محتاج سلفه بكام وانا هديها لك، وهتتخصم من مرتبك جزء بسيط قوي كل شهر كده عشان برضو مرتبك ما يتاثرش بشكل كبير يعني. ربنا يكرمك يا رب يا استاذ كريم ويعلي مرتبك. والله وانا جاي لك انا كان قلبي مطمن وكنت حاسس ان انت مش هتردني خايب ابدا. ما ينفعش تبقى انت مضيع عمرك كله في الشغل هنا في الشركه عشان تكبرها معانا، وفي النهايه اول ما تحتاج لاصحاب المكان اللي انت شغال فيه ما تلاقيهمش. لا طبعا، زي ما انت بتدينا من وقتك ومجهودك لازم احنا كمان نساعدك في وقت الشده. الموظف مشي وهو فرحان وفضل يحكي الموقف دوت لكل اللي شغالين في الشركه. والموضوع لما وصل لمدحت راح عند كريم في مكتبه. انت اتجننت ولا ايه يا كريم؟ انت مش عمال توزع مكافآت وعمال تصرف سلفه كمان للي شغالين هنا في الشركه؟ هو انت عايز تضيع الشركه ماليا ولا ايه؟ حضرتك لو بصيت في الارباح الخاصه بالشركه يا استاذ مدحت هتلاحظ انها زادت جدا النهارده بسبب الساعه الزياده اللي انا زودتها في الشغل. انا عملت خدعه بسيطه كده، وهي ان انا صرفت مكافآت، بس عارف ان انا هلم تمن المكافآت اللي انا صرفتها ديت اضعاف مضاعفه بسبب الساعه الزياده في الشغل. طب والسلفه بقى اللي حضرتك صرفتها دي صرفتها ليه وانت عارف اصلا ان الشركه بتمنع خالص الكلام ده؟ لا، ما انا بقى هعدل اللوائح والقوانين بتاعه الشركه ان شاء الله لما امسك الاداره بشكل رسمي واسمي ينزل وابقى المدير هنا، لان ما ينفعش الناس اللي شغالين معانا لما يحتاجونا في اي وقت او اي زنقه ما يلاقوناش، صح ولا ايه؟ ماشي يا كريم تمام، خليك ماشي بدماغك، بس اكيد برضو مش هتفلح. لكن المفاجاه بقى ان في نهايه الاسبوع كان في اشخاص من الاداره العليا بيتابعوا كل اللي بيحصل في صمت، لكنهم ظهروا مره واحده واجتمعوا مع كريم ومدحت. الاشخاص دول كانوا فهمي ونظمي. بصراحه كده احنا حققنا في كل اللي حصل خلال الفتره اللي فاتت دي، ولاحظنا بقى ان دي كانت فرصه كويسه قوي لكريم انه يثبت كفاءته وانه عنده افكار كويسه قوي في استثمار يعني الشركه. شكرا قوي لحضراتكم. انا مش عارفه اقول لكم ايه على ذوقكم معايا، انا لسه عندي افكار كتير قوي وان شاء الله كلها تكون كويسه لصالح الشركه. بصراحه يعني في خلال الكام يوم اللي انت مسكت فيهم الشركه حققت مكاسب وغير متوقعه، رغم ان انت كنت بتاخد قرارات عشوائيه كتير قوي، بس سبحان الله كلها نفعت ومفيش ولا قرار فيهم خيب. لا دي كلها كانت قرارات بقى مدروسه. انا بس ما بحبش اتكلم عن نفسي كتير. المهم انتوا بقى ترقوني وتخلوني اكون مدير ولا ايه؟ بص يا كريم، انا عايز اقول لك على حاجه مهمه. في البدايه كده انت لازم تكون عارف ان الحظ احيانا بيغير مصيرك اكتر من مجهودك، وانت بصراحه كنت انسان محظوظ جدا عشان تتحط في المكانه دي وفي الوقت ده بالتحديد. والطرافه بقى في الموضوع ان الغلط ممكن يفتح باب للنجاح. ايوه يعني ايه برضو؟ ما فهمتش. انا هيكون وضعي ايه يا جماعه معاكم في الشركه دي؟ بلاش بقى تلعبوا اعصابي ازيد من كده. بص يا كريم، بصراحه ما فيش اماكن فاضيه للمديرين غير المكان ده بس، وعشان كده احنا هنخلي الاستاذ مدحت يكون مدير لان هو ده اصلا مكانه. اما انت بقى فهتترقى من مجرد موظف عادي في الشركه وهنخليك بقى نائب مدير. وصدقني يا كريم انا هاخد رايك في كل حاجه. انا بصراحه برغم يعني من اني كنت بحاول يعني اقلل منك عشان يعني ما تاخدش مكاني في الشركه، بس بصراحه دماغك عجباني قوي، وان شاء الله لما يفضى مكان جديد انا اللي هقدم طلب نقلي عشان انت تترقى وتبقى المدير مره واحده. وكريم كان مبسوط قوي. على فكره انا مش زعلان خالص، بالعكس ده انا فرحان قوي، فرحان ان انا قدرت اترقى
لان مفيش حد بيطلع السلم مره واحده، وانا عارف يا استاذ مدحت انك تعبت قوي في حياتك لحد ما بقيت مدير، وانا مش هينفع اخد مكانك مره واحده برضه. الحمد لله على كل حال يا كريم، وانا مبسوط قوي لتفهمك الوضع، وان شاء الله انت هتكون حاجه كبيره قوي في المستقبل، انا متنبئ لك بكده. وكريم بقى مبسوط قوي بالوضع الجديد اللي هو اتحط فيه. ولحد هنا خلصت القصه خالص، ولو عجبتكم اعملوا لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد. بحبكم قوي، مع السلامه.